الجولة العشرون من القسم الوطني الثاني شهدت مباراة فريق شباب المسيرة أمام فريق سريع والزمة بمراكب الشيخ محمد لغضف بمدينة العيون، والتي انتهت بفوز شباب المسيرة بهدف نظيف سجله عميد الفريق بلال التهالي في الدقيقة 25 بعد تمريرة ذكية من خالد السروخ الذي استغلها التهالي ليضع في شباك بجاد محمد بطريقة ذكية. وفي الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول خرج عزيز السباعي بعد إصابته ليحل محله المهاجم المخضرم مصطفى العلاوي الذي كانت له أدوار هجومية رائعة. أما الدقيقة 40 فشهدت توزيعة رائعة من خالد السروخ لتجديد رأسية محمد فكري، لكن حارس سريع واتزم كان له رأي آخر. وفي الأنفاس الأخيرة للشوط الأول سدد ويليام طوغي مهاجم فريق سريع واتزم تسديدة قوية، لكن يقظة وبراعة حارس عرين شباب المسيرة كان لها بالمرصاد لتنتهي الجولة الأولى من المباراة بتقدم فريق شباب المسيرة بهدف وحيد. الانتصار كيف ما كان الحال الانتصار مستحق، وتنهني اللاعبين لان اللي قاموا بمقابله جيده. حاجه وحده اللي تتعيقنا في المقابله هو اننا ملعب جميل بحال هذا الملعب، ملعب جميل ولكن ما تندربوش فيه، لان بكل صراحه خاصنا ندربوا فيه، بل على الاقل نلقاو لي ريبير ديالنا في هذا الملعب هذا، لان تنجيو ديريكتومون باش نلعبوا فيه. تنتمنى من المسؤولين انهم يداركوا الموقف ويعطيونا مقابله على الاقل نهار واحد في السيمانه باش ندربوا فيه. وهذا الانتصار تنهدي لجميع الصحراويين في المغرب. فريق شباب المسيره كان ركز في الدفاع ديالو وكذلك ملأ وسط الميدان ديالو واصبح تلعب على الهجمات المضاده، فتنهنئوا بهذا الانتصار، نتمنى له التوفيق. فبالنسبه للصعود يمكن نتكلم على الصعود، يمكن لوبجيكتيف اي مدرب الان في القسم الوطني الاول اللي تكلمتي معاه غادي يتكلم معاه غادي يقول لك ان تنقلب النقاط من اجل البقاء، ومن بعد منا عاد نفكروا في يعني الفريق يمكن يصعد للقسم الوطني الاول. فالان فريق شباب المسيره تيقلب على انه يضمن البقاء ديالو في القسم الوطني الثاني، والمباراه المتبقيه هي اللي غادي تبين ليه واش يصعد ولا ما يصعد. أطر ولاعبو فريق شباب المسيرة قدموا الشكر لكافة المتفاعلين والداعمين لفريقهم من أجل الصعود إلى القسم الوطني الأول، وعلى رأسهم المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية الذين قدموا الدعم اللازم للفريق من خلال منحهم لمركب الشيخ محمد لغضف لمواصلة مشوارهم نحو الصعود وتحقيق أمان عشاق الفريق. فعزيمة أبناء عبد الملك العزيز وطموحهم في تمثيل الأقاليم الجنوبية بالقسم الوطني الأول دفعت عميد الفريق بلال التهالي بمطالبة رئيس المجلس البلدية بمنحهم حصصا للتدريب في مركب الشيخ محمد لغضف للتعود على أرضية الملعب. كنا محتاجين هذا 3 بوان في دارنا، نتمنوا عن رئيس البلدية يعطينا حصة في هذا الملعب اللي حقيقة كان بحال نحن برانيين على هذا الملعب اللي كيسبب لنا بعض العياء، ونتمنى إن شاء الله نفوزوا المباراة الجاية باش نتحصلوا على المرتبة الأولى في البطولة إن شاء الله. أبناء المدرب عبد الملك العزيز دخلوا أجواء الجولة الثانية من المباراة عازمين على إضافة الأهداف، فسدد السروخ كرة علت القائمة بقليل، فسيطرة فريق واتزم على النصف الثاني من المباراة أجبرت مدرب شباب المسيرة على الدفع بكل من إدريس غناو والزيتوني مراد من أجل سد الخلل وسط الميدان، لتنتهي المباراة بفوز شباب المسيرة بهدف وحيد لتحتل بذلك المرتبة الأولى من القسم الوطني الثاني. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناتنا على اليوتيوب والفيسبوك، وكذا مشاركتنا آرائكم وانتقاداتكم